الناس بتستخدم السوشيال ميديا بطريقه غلط جدا. واحد راح بنك حجز وقاعد بيستني دوره واتاخر، الموظف بيشتغل يتخانق ويصور ويقول انا بقالي ساعتين ثلاثه. واحد راح بوسطه يتخانق، واحد راح مش عارف، واحد راح مستشفى حكومه مثلا، وبنته ولا ابنه عايز يعمل عمليه ويتخانق مع الدكاتره والتمريض والعمال والامن والاداريين ويقول لهم انا ابني عايز يعمل عمليه، ويزق في الناس ويتخانق مع الناس. طب هو انت فهمت ان مفيش مكان؟ طب مفيش مكان. طب انت فهمت؟ انت شفت في مكان وهم قصروا معاك؟ كلمه الاستفزاز على السوشيال ميديا، وبدات الناس تضغط بالتليفونات تصور وتشير. يا ريت عقوبه لاي حد يصور اي مكان يثبت ان المكان ده مش مقصر معاك. انت بتصور مثلا مكان فيه عيانين مثلا، او بتصور بنك فيه حاجات ما ينفعش تصور وتطلعها على السوشيال ميديا، انت كده بتدي فرصه لاي حد عايز يعرف الدنيا فيها ايه. فبالله عليكم يا جماعه استخدموا السوشيال ميديا صح، وبلاش انك انت رحت مثلا مكان ما لقيتش فيه الخدمه روح مكان تاني، ما تعملش وما تاذيش حد، لانك انت ما تعرفش وما تدراش المكان اللي انت رحت، المستشفى او الشركه او البنك او الكلام دوت. يعني هو لو عندهم مكان هيقول لك لا ليه؟ ما هو العدد اللي انت شايفه او الناس مش عايزين يناموا او رايحين يقعدوا، لا دي شغالين. وانا بروح المستشفى، اي مستشفى حكومه بروح باخد واجبي وبتعالج والكلام ده وبمشي. فرجاء يا جماعه نستخدم السوشيال ميديا صح. يا ريت الرجاء في الكومنتات يا جماعه، وشير الفيديو. والسلام عليكم.